اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. زي ما انتم شايفين بتشتي انا من يوم الولادة وانا تعبانة، من يوم الولادة وانا مش عارفة اسوي فلوق لليوتيوب. ابني فات للحضانة، صار معاه التهاب رئوي، بعدين خف وطلع، وبرضه اليوم رجع صار معاه التهاب رئوي. بس في دكتور كتير شاطر بصراحة، يعني بارك الله فيه. انا مش عارفة شو اسمه لانه كاتب اسمه على الروشتة مع الصدمة انه الالتهاب الرئوي رجع لابني. ما اخذت بالي من كتير تفاصيل. شو ثوري يا ام قصي؟ شوفي طبعا ام قصي حبيبتي وصاحبتي ومن غزة ومن مدينتي، ست جدعة وربنا كريمها بأطفال. فلولا ربنا ثم ام قصي كان انا ما عرفتش اتعامل مع هذا الولد نهائي. والله يا ام قصي الله يخلي لك اياه يا رب. يعني سبحان الله عن جد انه الام لما تكون اول بيبي اني ضايعة، وانا بعترف اني انا ضايعة. بس شوية شوية صرت افهم، صرت اعرف المضاد الحيوي كيف بينعطي للاطفال، صرت اعرف انواع الستال وخافض للحرارة واللزقة اللي بتنحط على الجبين. لا يعني انا جلسرين ايوه جهاز الشفط تاع الانف. ما شاء الله ما شاء الله. جهاز الشفط تاع الانف، صرت اعرف كتير امور، وشوية شوية يعني لسه انا ام جديدة. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب يا رب. انا اول مرة اشوف مطر. قديش كانت نفسيتي تعبانة وزعلانة، والحمد لله انا بعترضش على قضاء ربنا نهائي. بس لما طلعت من المستشفى وشفت مطر وتذكرت اجواء غزة، لانه احنا في غزة دايما يا ام قصي مطر. صحيح. فنفسيا ارتحت. انا المطر بحب بهيك اجواء امشي تحت المطر، بس فيش مجال امشي وانا معي ام قصي وابني. السيارة هذه خربانة يا ويلي. واقفة بالشارع. فالمهم يا جماعة انا مقصرة كتير، مقصرة بالفيديوهات في اليوتيوب من غصب عني. ما توقعت الامومة بالصعوبة هاي، لدرجة كل مرة برن بكلم والدي فيها بقول له كيف امي قدرت تربي. يعني امي ما شاء الله سنة بترضع يم قصي وسنة حامل، سنة بترضع وسنة حامل مثلي. الست الغزاوية فيش مثلي. اول 3 بيبي عندي هيك. أيوة يا برضه يا حبيبي. الله يعينك. المهم هذا الفيديو عشوائي، يعني ما كنت مخططة اصلا اصور فيديو، بس تذكرت اجواء غزة. اخر فترة يوم كنت ساكنة في تل الهوى على البحر. مجرد ما تشتي وما ادراكي عادي المطر في غزة كيف اطلع امشي تحت المطر. نفسيا انا برتاح، بحب هيك اجواء. الشتاء اللي فات اجا وانا في مصر، كنت طالعة من الحرب، ما شفتش مطر. ما صحيح. ما شتت نهائي في القاهرة. لا ما شتت. سبحان بس الله. بس اسكندرية كانت نفس جو غزة. رحتها بالشتاء. فاحنا لما يعني بنحب ندعي في المطر. ان شاء الله يوم قصي ربنا يلم شملك مع زوجك، اللهم امين ابو قصي، وربنا يلم شملك مع امك مع ابوكي يا رب، وربنا يلم شملي مع امي ومع ابوي ومع اخواتي ومع كل احبابي يا رب العالمين. ويفرجها على اهلنا بغزة، وربنا يفرجها على اهلنا بغزة ويصبرهم. يعني هم حاليا في الخيام كلهم مقابل البحر. يعني تخيل البرد. والله العظيم بكلم اهلي بيقولوا بيصحوا من النوم وقت الفجر ومش عوايدهم قبل الفجر، يعني هم بيصحوا على الفجر. فبقولوا لي، بقول لهم ليش صاحيين؟ لا احنا مش عارفين ننام من البرد. والله العظيم. فيعني الله يفرجها عليهم، ربنا يخففها، وربنا احنا يصبرنا. يعني في ناس قصي فاكرين انه احنا في الغربة يا حياتنا وردية. حياتنا شوفي ماشي الحمد لله كل شيء متوفر، اكل شرب امان، ممكن يكون استقرار، بس استقرار نفسي ما فيش. احنا مرضى نفسيا، احنا مرضى نفسيا.
اللي تعرضنا له في غزة كتير سيء. وغربتنا هنا أسوأ وأسوأ بظل كل إشي متوفر. ماشي، الغربة بشكل عام انت يعني انت مش في بيتك. احنا لما نروح على بيت عمي اللي هو اخو ابويا او بيت خالي اللي هو اخو امي، امشي يا عمي، بنكونش ماخدين راحتنا. مش بيتنا، مش كل الصلاحيات احنا بنقدر نسويها مثلا يعني. فالغربة بشكل عام صعبة، بس احنا بنتشكر دولة مصر لانه أكيد من اول الدول اللي وقفت معانا أكيد وساندتنا وما زالها بتساندنا واستقبلتنا، والشعب هذا طيب كتير جدا جدا والله العظيم يا قصي، مش لانه زوجي مصري يعني. لا احنا علاقتنا بتربطنا بمصر مش بس على قد حرب غزة، من قبل طبعا، من قبل، وفي نسب اصلا يعني. ما تنسيش انه هي البوابة الوحيدة لان المنفذ الوحيد اصلا كمان. فربنا يحمي هذه البلد يا رب، وربنا يعني يفرحنا. احنا نفسنا نفرح. جد اجواء رائعة جدا جدا جدا، نحن لها. ايوه. فيا جماعة انا ضربت الغربة وضربت الحرب، لا عارفة اروح ازور اهلي ولا عارفة اشوف اهلي ولا اهلي عارفين يجوا، ولا ام قصي عارفة تشوف زوجها، ولا عارفة ترجع اصلا. بس الاشي المتأكدة منه انه هعمل لك حظر. ليش يا بنت الحلال؟ زهقت مني ام قصي يا جماعة. ام قصي زهقت. صرت تيتا على البدري. شوفك يا هيني انا بهيئك تكوني تيتا مالك. والله يا جماعة انه ابني ياسين وريهم الحفلة ياسين مع احلام اجمله. ايوه. بهون عليك يا ام قصي؟ لا طبعا. بدك تلاقي صاحبة زي جدعة؟ لا والله ولا انا بلاقي زيك. أنا ديري بالك الأيام هذه نادر لما نلاقي حدا قلبه على حد يعني. للأسف يعني الغدر من طبع البشر. الله يبعد عنا الغدر، يديم الود بيننا والمعاملة الطيبة يا رب. ربنا كريم يا رب. اللهم يا رب. حلو المنطلق جدا. أنا فكرة يا رب. ربنا يحفظني ويحفظك يا قصي، يا رب، وينجح لي قصي إن شاء الله ثانوية عامة. أدعوا له. أرجوكم، لأنه ابني قصي إذا بينجح بالدعاء. لا درجة يأسانة من عمره. لا مش يأسانة، بس اللي مروا فيه مش بسيط. أولادك وابني في فترة يعني بيقدم فيها ثانوية عامة 2 قبل ما درسش إشي، متخيلة؟ ما في يا بنتي. ما هي إلكتروني. شو الإلكتروني؟ فحيكون جهد شخصي بالنسبة لهم. بس اسمع، الطالب الفلسطيني دائما جواب مميز إن شاء الله. أتمنى يا رب. ماشي، النجاح نجاح، بس الواحد نفسه بمعدل. اسمع قصي، انا شايفه حالي ان انا ايش هصرف واكلف. هو ينجح ويجيب لك صدر الحلويات. خلص موافقه. بس انجح يا قصي يا اختي، هو ينجح وانا حدب الدنيا، كل شارع فيصل حيتحلى. يلا يا رب. ربنا كريم يا رب. شوف الاجواء محلى، حلوه جدا، الزحمة أحلى. أنا كنت مشتاقة أشغل مساحات السيارة. يلا تفضلي، حققي طموحك في مصر. الحمد لله على كل حال. تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للقناة، لأنه القناة الأولى الأساسية تاعتي قيدوها، يعني أنا من غزة، قلت اسوي قناة تانية وفي افكار كتير انا حابة اعملها، وحابة اسوي لكم فلوجات كتير ومنها تعليمية. بس يا قصي انا بفضى. انت ايه؟ انا بفضى. لا طبعا مش مطلوب منك حاليا، لانه انت ام لسه يعني ام جديدة.
ماشي، بس المشكلة أنا ما ينفعش أترك تمام، بس اكيد هم حيراعوا انه في ظل يعني وجود بيبي جديد ونزل اصلا من اول ما نزل يا ساتر وهو تعبان والتهابات وحضانه وما حضانه، اكيد مش حتتفرغ يعني طول وقتك. ما فيش وقت يعني. أنا بيطلع لي حساسية، مش لاقي وقت أروح على الدكتور أشوف أنا شو سبب الحساسية اللي بتطلع. فالأمومة كتير كتير صعبة، وبستغرب، عارفة يا عم قصي، بستغرب كيف لما أشوف مثلا ولد أو ابن عاق في أهله. أقسم بالله يعني كيف. أبويا كلمني أول امبارح بقول له يابا أنت راضي عني؟ قال لي يا بنت الحلال بتقول هيك، الله يرضى عنك دنيا وآخرة، راضي عنك. قلت له أنا أول مرة بصراحة أقول له راضي عني، لأن أنا عارفة إنهم راضيين عني، بس لا يعني. قلت له بصراحة الأمومة صعبة، وإنه الطفل يجي على الحياة أمر صعب مش سهل فعلا. فيعني عن جد إنه الترباية صعبة كتير. فدايما بفكر بقول يا الله كيف أهالينا ما شاء الله في فلسطين بخلفوش واحد ولا اثنين. طب ايه هو كيف بينزل عن جد يعني؟ كيف بينزل؟ المفترض ياخد يمين وينزل الراكب عادي. الله يفرجها. انا حاليا اهلنا وناسنا وامي وابويا وزوج ام قصي وكل اهل غزه اللي بيوتها اتدمرت قاعدين في خيام على البحر. انا اخر سنه يا ام قصي كان بيتي على البحر جنب مطعم الروز، فكل وسائل التدفئه متوفره عندي في البيت. ما كنتش ادفى، كنت اضلي بردانه. فما بالك ما بالك لقيتهم قاعدين في الخيام وفيش ولا وسيله للتدفئه، تمام، وقاعدين على البحر. الله يجبر عنهم يا رب. ما بالك انه 90% من الخيام غرقت وطارت، ورجعوا بعدلوها تاني من اول وجديد. فالناس مسلمة يعني مسلمة امرها لرب العباد، بصير مطر بضلهم قاعدين تحت المطر زي هيك، هي واطفالها. انا ابني معاه التهاب رئوي، شوية برد صار عنده التهاب رئوي. هلقيت بس السؤال كالتالي يا ام قصي، اطفال غزة ايش عاملين؟ ربنا معهم، ايش بدي احكي لك؟ والله احنا شايفين واهلنا وبنعرف شو بيصير فيهم. ايوه الله يهونها عليهم. كيف الام بتقدر انها تدفي ابنها في ظل هيك اوضاع سيئة؟ انا لما صرت ام بحاول ان انا احتوي ابني بكل الطرق وكل الوسائل. فصعب لما الانسان يحس بالعجز يا ام قصي. صحيح، صعب لما يحس بالعجز ويحس انه انا خلاص انا مستسلم ما باليد حيلة، ما فيش اشي اني انا اعمله يعني. فربنا يفرجها يا رب علينا وعلى اهلنا يا رب في غزة. ربنا يلم شملنا معاهم. يعني اهلي انا لما اكلمهم هم خيمتهم على البحر، واغلب الناس في غزة خيامهم على البحر لانه دمرت كل بيوتهم. فصوت الهواء مرعب يا ام قصي. صحيح، صوت الرياح مرعبة. انت شوفي شو مطلوب منهم، يتحملوا صيف وشتاء وكل الفصول. ايوه في الصيف حر كتير لانه عبارة عن نايلون، متحملين. وفي الشتاء بارد كتير لانه باعتبار يعني شو نايلون. زمان كان مثلا او بداية الحياة قبل لا يصير التطور والتقدم كانت الناس تتدفع عن طريق النار، خشب. حتى الخشب مش متوفر. لقيت حتى الحطب مش متوفر. ولو توفر ما فيش غاز، يقول لك لا انا اطبخ ايش؟ بدي اطبخ فيه. اولوياتها ان شاء الله علي ما تدفيت، المهم اطبخ فيه. فالحياة مميتة بصراحة، وهذا الاشي انفرض على اهل غزة فرض، وربنا يفرجها يا رب. يا رب علينا يهونها عليهم يا رب، ويهون غربتنا علينا يا رب يا ام قصي. ربنا كريم. ام قصي من صحباتي الجدعات اللي دايما جنبي حبيبتي.
أمين. قصي ما شاء الله يعني. ليش بده الضوء العالي في وجهي؟ ليش الأذى؟ أزمة والله إنه إنسان مؤذي. طب ما أنا ماشية بحارتي، ماشية بطريقي. قولوا له يوم قصي نظر على قدي أصلا. فربنا ينجح لك يا رب قصي. يا رب، اللهم آمين، اللهم عن آمين. جد انبسطت كثير إني أنا شفت مطر يا جماعة، شفت مطر. بيت أمس عليكم أو أصبح عليكم حسب وقت بتشوفوا الفيديو، وتدعوا لي وتدعوا لابني ياسين، لأنه باختصار ابني منفوس. والله ابني منفوس، أنا مش عارفة عايش بس هو منفوس. من تعب لتعب ومسكاه قصة الالتهابات الرئوية. فالله يفرجها علينا. بتمنى تدعوا وتدعوا لابني. يا ويلي كيف القحة تعب. وربنا يحفظ لي ابني وزوجي واهلي وبيتي، ويعلي من شأنه، يعلي من شأني ويعلي من شأنك يا ام قصي يا رب. اللهم في دعاء بحب اثنين بحب ادعيهم يا قصي، مش عارفه اذا سمعتيه قبل هيك بس انا هحكيهم. الدعاء الاول سبوح قدوس رب الملائكه والروح. والدعاء الثاني يا عظيم الكون حقق لي بغيتي بقولك للشيء كن فيكون. سمعتيهم قبل هيك؟ لا اكيد. انا يعني على طول بدعيهم يا قصي، وللامانه شفت المعجزات الحمد لله من وراء هذا الدعاء. الحمد لله. فبتمنى انكم تدعوا هذا الدعاء. انا هيك بكون خلصت، بس خلينا نشوف. ماشي يا جماعة، تنسوش تعملوا لنا اشتراك وتتابعوني على الانستا. ايوه بس لسه قصاي. وبتمنى اشوفكم انا على خير، وسامحوني لاني بغيب بعدين بظهر. يلا مع السلامة.